بلاتي فين غادي؟ خليك معايا الله يرحم لك الوالدين. واحد 10 دقائق ولا ما كاملاش غنعطيك واحد اللعيبه اللي غتنفعك بزاف في دارك. بزاف د المرات كنكونوا غاديين وكنلقاو واحد الحاجه وما كنعطيوهاش اهتمام، كنخليوها. بحال دابا اليوم انا كنت جاي ولقيت واحد الطريف ديال الخشب وهزيتو، قلت ربما غادي نحتاجو واحد النهار، وفعلا اليوم احتاجيتو وطاحت عليا فكره وبغيت نتقاسمها معكم الاخوان. وتبعوا معايا الطريقه حتى للاخر، وإلا عجبتكم الفكره خليو لخوكم ياسين فرحوني بواحد لايك وشي كومونتير زويون. وتحياتي، خليكم حتى الاخر الاخوان معايا. هنا الاخوان غادي نحتاج واحد السيلو. نشوف البلاصه اللي غادي نعلق فيها ديك المريفع اولا ديك الخشيبه اللي لقيت، ندير واحد العلامه بالسيلو هنايا، وانفاس معاها تجي واحد العلامه واحده اخرى. يعني هنايا فين غادي نتقب التقيبات ديالي بالشنيور، نجيب الشنيور بحال هادي ونتقب واحد التقيبه هنايا المش ديال 8 اولا ديال 10 على حساب الشوفيات اللي عندكم. وكل ما كانوا الشوفيات كبار الا وتيقبطوا مزيان. انا هنا غادي ندير ديال 10 اللي هما الشوفيات حمر. من بعد ما تقبت غادي نجيب جوج شوفيات حمر وغادي نركبهم هنايا، نضرب عليهم شي مطرقه يشدوا بليصاتهم مزيان الاخوان. وهكا غيكونوا قبطوا مزيان في الحيط. اللعيبه اللي مهمه، هاد اللعيبات راه كيتباعوا عند دروغري، كنستعملوهم حنايا كنقبطوا بهم الجعاب ديال الماء. هادي راه كدير شي درهم الوحده، يعني غنحتاج بجوج دراهم مع الفيسات والشوفيات، يعني غنحتاج 2 دراهم ونص. غادي نركب الفيس ديالي. الا ما عندك فيس زوج استعمل واحد طورنوفيس وزير لي هاد اللعيبه هكا نعم سيدي. وهذوك اللعيبات اللي شفتو كنزيدو لهم واحد الفيس من الفوق، هما اللي كنفيسيو بهم الخشبه اللي كندخلوها تمايا. نركب البياسه الثانيه، هما راه كيكونوا في الخضر اولا في الازرق وكاينين حتى في الابيض. نزير البياسه ديالي مزيان مع الحيط ورد لها داك الفيس الفوق. غير التذكيره الاخوان، هذاك الفيس راه ما كيجيش معاه، يعني حنا اللي كنركبوه لها من الفوق. وكنجيب هاد الطريف الخشيبه اللي لقيتو ملاوح. نتوما تقدروا تمشيو عند مول الام دي اف مول الخشب، راه يعطيكم هاد الطريف هادو تيبقاو يشوطوا لهم هما ملي يشوت، يعني راه ما غادي يعطي لكم هاد الطريف هذا. ومن بعد غنجي لهاد الفيسات الفوقانيين الاخوان وغادي نفيسي بهذا الشكل، يعني ندورهم غير واحد شويه، ما نحتاجش انني ندخلهم بزاف، هي واحد شويه باش يقبطوا لي ديك الخشبه ما تخرجش. هذا هو الدور ديال ديك الفيسات اللي درت لهم من الفوق. انا من بعد ما فيسيتهم غادي نشوف الاخوان اي حاجه عندي في الورشه ديالي اولا في المحل اللي كنخدم فيه اولا في الكوزينه، وغادي نحطهم بهذا الشكل هذا. وهكاك غادي يبقى يبانوا لي دائما، يعني شحال من حاجه كتكون محطوطه قدامنا وكنقلبوا عليها ما كنلقاوهاش، ولكن فاش كتحطها فوق هذا المريفع كتعطي واحد الديكور زويون، و ميم طون كتحتفظ لك على الامور ديالك كيبقاو يبانوا لك. من بعد ملي كتقلب عليها كتمشي لها مباشره تهزها بلا ما تحتاج انك تقلب اولا تشوف فين درتيها. وهكا كتعطينا ديكور زويون. واي واحد راه يقدر يديرها حتى في الكوزينه مثلا في المطبخ عنده في الدار، يدير فيها دوك القريعات اللي كيكون فيها مثلا العطريه ولا اي حاجه. واخوان راه كتجي صحيحه وكتقبط مزيان، يعني راه ما غاديش تخافها طيح ولا حتى شي حاجه، يعني كتكون صحيحه مزيان. ها نتوما هذا هو الشكل النهائي ديالها الاخوان. كتجيب هذا الشكل هكا زويون. واي حاجه عندي
يعني صغيره اللي كتجلى ليا في المحل كنديرها تما وكتجي زويونه. هانتوما الاخوان بعد ما حطيت فيها هذوك الاغراض اللي يعني كنحتاجهم ونحطهم اونفاس معايا كيجيو هكا زويونين وبطريقه زويونه، وحتى التكلفه ما كيكلفنيش شي حاجه اللي بزاف. نتمنى الاخوان يعجبكم هاد الفكره اللي درت. الا عجبتكم الفكره خليو واحد الكومونتير زوين لتحت، وفرحوني بواحد لايك، وبارطاجيوها مع الاخوان والعائله والاصدقاء باش نستافدوا منها كاملين. ان شاء الله الى فيديو اخر. متتبعي الكرام، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر غادي نهضروا فيه على المعاناة اللي كيعانيو منها الصنايعيه او بعض المشاكل اللي كتوقع لهم مع صحابين الديور. تحياتي.